واش كنتي عارف باللي ممكن تسجل كاع المكالمات اللي كدوز في تليفونك بدون الحاجه الى تطبيقات خارجيه، سواء كنتي بغيتي تخلي دليل على شي مكالمه مهمه او لا غير باش ما تنساش على شي تفاصيل ديال شي هضره اساسيه. هاد الميزه غادي تولي عندك ضروري في الحياه اليوميه ديالك، وباش تفعل هاد الميزه ديال تسجيل المكالمات غادي تدخل للتطبيق ديال الهاتف ملي كدوز المكالمات. وركز معايا مزيان حيت كاينه شي حاجه غريبه، حيت الاعدادات ديال التسجيل ما كتكونش في الاعدادات ديال الهاتف العاديه كما كيتوقعوا بزاف ديال الناس، ولكن كيكونوا مخبعين في الكونتاكت، في هاد الجهه ديال الكونتاكت. اذا غندخلوا للجهه ديال الاتصال ديالنا من بعد غنوريكم الفوق على القائمه اللي فيها 3 نقاط. هاد البلاصه بالضبط غادي تضغط على الاعدادات، ورد البال ماشي الاعدادات ديال جهه الاتصال ولكن الاعدادات بوحدها. هكا غادي تقدر انك توصل مباشره للاعدادات الخاصه بالمكالمات، ومن بين الخيارات المتاحه غادي تبان لك تسجيل المكالمات. غادي نضغطوا على هذا الخيار وغادي نفعلوا اشعار ديال التسجيل باش يكون كلشي ناضي. فهاد البلاصه نيت فين غادي تقدر تلقى القائمه ديال المكالمات اللي تسجلوا عندك في الجهاز ديالك. وملي تعاود تفتح التطبيق غادي يكون عندك الوصول لجميع التسجيلات ديالك المحفوظه مباشره في الهاتف. وباش تسجل معايا المكالمه دابا ولات القضيه سهله بزاف. كيكفي انك تبدا او تستقبل مكالمه وكتضغط على الزر اللي كاين الفوق على اليسار. وإلا عجبتك هذه المعلومه ما تنساش تشترك باش تكتشف تقنيات اخرى عمليه بحال هذه.